صباح الخير، حياكم الله وتحية طيبة لكل المتابعين. أه حديث الساحة اليوم هو نادي القرمة وانتقالاته، وخصوصا انضمام أيمن حسين وتسريب الفيديو الذي من خلاله يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام، والتعاقد مع العلوان ويوسف أمارو ومحمد سعادة الأردني وأبو حشيش وغيرها من الأسماء العراقية أيضا، لؤي العاني وكرار عامر وسجاد جاسم وعلي محسن، والقائمة تطول حقيقة. السؤال دائما مثار الجدل والبحث بين الجماهير انه هل القرمة سيكون بطلا للدوري؟ هل قادر على المنافسة؟ شكوك حول هذا الأمر. ليش؟ وفق منطق كرة القدم أنه الفريق اللي ينافس على اللقب على الأقل أنه عناصره مستقرة لثلاثة مواسم مع الكادر التدريبي. أكو نقطة كلش مهمة اللي هي الجمهور يعني جزء ما منتبه عليها، أو يعني أنه اللاعبين أغلب اللاعبين تم التعاقد معهم من قبل الإدارة، والغاية الآن لم يسمون المدرب لفريق القرمة، أنه بدأت الأنباء تشير على أنه أكو مدرب جديد، يعني مدرب عربي. فلذلك مو شرط الفريق اللي عنده نجوم يحقق دوري. هاي تجربة حصلت في كثير من الأندية العالمية، وحصلت أيضا في الدوري العراقي في سنوات سابقة. كان نادي النفط أيضا جلب العديد من النجوم آنذاك، نور صبري وغيرها من الأسماء، ونادي أمانة بغداد في فترة ما. لذلك النجوم مو شرط أنه تحقق لقب دوري، بقدر ما أنه يكون الاستقرار التدريب والفني هو الأوفر حظا.